السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هنقدم وصفة بسيطة وسهلة. يلا معايا نشوف عملنا ايه. طبعا لو زهقانة من الاكل وعايزة تشوفي اكلة بسيطة وسهلة ولذيذة جدا 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 وولادنا يحبوها قوي قوي، تعالي معايا. هاتي 2 طماطم وهاتي بصل وهاتي فلفل وهاتي فلفل رومي بقى، فلفل حامي، وبالكمية اللي انتي عايزاها. انا حاطة هنا حوالي 2 طماطم، 3 بصل فلفل حامي وفلفل رومي. معايا التوابل بتاعتي، معايا بهارات فراخ وبابريكا مدخنة وفلفل اسود وكمان ملح، وعندي صدر فرخة متقطع شرايح. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنقطع طبعا كده البصل والطماطم والفلفل، قطعيها بقى جوانح، قطعيها شرايح زي ما انت عايزه، قطعيها حلقات براحتك زي ما انت عايزه. وهنعمل شويه رز بسمتي كده على جنب. يعني انا ما مصورتهوش، لكن هو طريقته سهله جدا وممكن نقولها مع بعض دلوقتي. ان احنا نجيب الحله بتاعتنا ونحط فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنه، وننزل بتوابل الرز البسمتي من عند العطار. بننزل نشوحها كده وننزل عليها بالشوربه، ولما تغلي بننزل بالرز وبنظبط الملح بتاعنا وكده، ولما يتشرب بنوطي عليه. هنا بقى هنيجي للفراخ بتاعتنا. احنا طبعا قطعنا بقى الخضار بتاعنا تمام، وهنشوح هنا الفراخ. هنحط زيت وهنشوحها فيها ولحد ما تنزل ميتها وتستوي وتبقى تمام. بعد بقى ما تتشوح كده، انا هنا بقى هزود عليها. انا طبعا هنا حطيت بقى معلقه زبده كده صغيره. انا حطاها مشوحاها الاول في الزيت، وبعد كده حطيت معلقه زبده صغيره بعد ما استوت. وهنزل بقى عندي بالتوابل بتاعتي، وانا بحب دايما ازود هريسه الشطه دي تقريبا في اغلب اكلي، يعني انا بحبها بس دي اختياري. هنزود معلقه هريسه شطه والتوابل بتاعتي، وهننزل بقى نشوح فيها كده لحد ما نشم ريحه التوابل. هتبقى ريحتها بصراحة تحفة جدا جدا. توابل الفراخ دي كمان بتوديها في حتة تانية خالص. وبعد ما شوحناهم ننزل بالخضار بتاعنا. اهم حاجة في الخطوة دي، احنا مش عايزين الخضار بتاعنا يدبل، يعني ما يقعدش كتير على البوتاجاز، يعني ما نسيبوش كتير. احنا يا دوبك احنا سوينا الفراخ كويس جدا وحطينا توابلنا وكل شيء. هنحط الخضار بتاعنا وتقلبتين 3 كده، يعني نشوح فيه كده مع برضو التوابل ومع الزبدة بتاعتنا وياخد طعم الفراخ، وبعد كده نقفل عليه. ما بنطولش على النار زي ما قلت لكم، عشان دي مهمه قوي الخطوه دي. خلاص طفينا عليه وتمام كده، الاكل بتاعنا جاهز. هنزوق بقى الطبق بتاعنا. نشكل بقى شكل الرز كده في اي طبق صغير. حطي شويه كده من الخلطه بتاعتنا اللي عباره عن الفراخ والخضار تحت في الطبق، بعد كده الرز، وبقى كده اقلبيه عندك في الطبق زي ما انت شايفه كده. شايفين منظره جميل ازاي؟ ونجيب بقى الفراخ بتاعتنا اللي متشوحة في الخضار ونبدأ نحط مع الطبق بتاعنا. أكلة جميلة ومغذية وسهلة وما بتاخدش وقت تمام، مفيش أي وقت خالص، وفيها قيمة غذائية عالية جدا، يعني برغم انها ما خدتش وقت وبرغم انها في السريع في السريع كده، بس جميلة قوي قوي وتعجب ولادنا جدا جدا جدا. وفيها بقى كل الخضار بالفيتامينات بالأكل الصحي المفيد زي ما احنا شايفين كده. ايه رأيكم؟ يا رب تعجبكم. طبعا هنا كنت معاكم هنا ثروت من قناتي، قناة هنا ثروت. اتمنى قناتي تعجبكم والوصفات اللي بقدمها تعجبكم ان شاء الله. واذا عجبكم الوصفة وكل اللي بنقدمه، واتمنى تعملوا لي سبسكرايب ولايكات بقى وكومنتات. وكل اللي يجرب وصفاتي ان شاء الله يكتب لي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفات اللي عملتوها وعجبتكم ولا لا. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. باي باي.